يا ورد على فل وياسمين الله عليك يا قمر حلو قرب هنا ده عندنا قرب هنا ده عندنا خد وردة يا دي خدي فل يا هاني. يسعد مساكم، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. اتمنى طبعا المقدمة تكون عجبتكم. اغاني من الزمن الجميل الحلو القديم اللي مفتقدينه جدا، مع شوية اكل كده لذيذ حلو قوي. النهارده هنعمل مع بعض وصفة فطاير او زي ما نقول بيتزا كده اللحمة. حاجة كده لذيذة حلوة للعشاء. اول حاجة هنبدأ بيها العجينة. عندي كيلو من الدقيق منخول كويس قوي. هضيف له ربع معلقة من البيكنج باودر، وعندي كوباية من اللبن، عندي ربع كوباية من الزيت، معلقتين خميرة، معلقتين لبن باودر، معلقتين سكر، وعلبة من الزبادي. اول حاجة طبعا هبدأ بيها ان انا هعمل تيست للخميرة، او ان انا هضيف الخميرة على اللبن. بس اللبن اهم حاجة يكون دافي، لا سخن ولا بارد، يعني يكون دافي عشان الخميرة تشتغل. فهنزل بالخميرة على اللبن، وهضيف معلقتين السكر. هقلب كل دول مع بعض، واسيبها، يعني اغطيها طبعا بفوطة، اغطيها بورق بلاستيك، اي حاجة موجودة عندك، لمدة 10 دقايق لربع ساعة، لحد ما اجهز بقى ايه العجين. هنجيب يا ستي بقى الدقيق اللي حاطين عليه بيكنج باودر ورشة الملح، هقلبهم. هنزل بقى بكل المكونات اللي عندي اللبن البودر، عندي الزبادي، وهنزل بالزيت، ربع كوباية من الزيت، وكده بقى الخميرة بالنسبة لي تمام، عملت فوم فوق الوش، فهضيفها على الخليط ده كله بقى. هقلب بالسباتشولا الاول، قال يعني خايفة على ايدي، طبعا بايدي وهشتغل دلوقتي وتمام. بس لو عندك العجان اشتغلي بيه عادي خالص، مفيش مشكلة. الاتنين هيدوا نفس النتيجة، اي نعم بالايد هياخد شوية وقت معانا، لكن بالعجان هيبقى اسرع كتير. خلصت العجين كده بقى، بدهن شوية زيت في البولة اللي كنت شغالة فيها، وهدهن فوق العجين برضو زيت، وهقفل عليها بالورق البلاستيك، وهسيبها يعني على حسب بقى. الدنيا بقت ساقعة دلوقتي، فممكن الموضوع ياخد اطول شوية. كان الاول بياخد نص ساعة في الصيف او تلت ساعة، دلوقتي ممكن ياخد اكتر من ساعة. الحشوات اللي عندي بقى اللي موجودة عندك، انا كان عندي جبن مشكلة، عندي صدق، وعندي لحمة مفرومة حطيت عليها كأنها بعملها كفتة، وضفت عليها بقدونس، يعني اي حاجة بقى عندك اللي موجود. دلوقتي بقى خلاص سبت العجين لما اختمر، بفضي منه الهواء، وبشوفه بقلبه تقلبتين كده في البولة، وهبدأ اقطعه بقى زي ما قلت لكم. هو اتقطع معايا حوالي 8 أو 9 قطع متوسطين، مش عايزاه كبير قوي، براحتكم. عايزين كبير هيبقوا مثلا 5 او ممكن يكونوا 4 كمان، انما انا عملته وسط، فعملته كده صغير على قد مثلا ايه 2 في الطبق كده، يبقى شكلهم شيك وحلو. عادي خالص هفرد العجينة زي اي ست شاطرة في البيت بتفرد العجين، وهبدأ بقى ايه احشي. حطيت ورق زبدة في الصينية، وبدأت ان انا اعمل يعني زي البيتزا اللي هي اللي بره، بسيب كده اطار في الحواف، واحط بقى العجين او الحشوة بتاعتي في النص، وهكذا. يعني هعمل نفس الديزاين كده، بس الحشوة مختلفة عادي خالص. خلصت طبعا الكمية، وهجيب بيضة عشان اعمل الحواف بقى اللي حوالين العجين. قلب 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 البيضة لحد طبعا شوية فلفل فوق الوش كده عشان الزفارة بتاعت البيضة، وهجيب بقى الفرشة وهدهن اللي حوالين
الحشوة. وتمام كده هعمل بقى كل الشغل يعني او كل الفطاير اللي عندي بالطريقة دي. ويبقى دخلها بقى الفرن على يعني الرف الوسطاني، نار متوسطة لحد طبعا ما تتساوي. بعد كده طلعها على الشواية، وبالهنا وألف شفا، ويا رب تجربوها، وباي باي.